السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا احلى متابعين؟ وحشتوني والله من الفيديو اللي فات، فقلت بقى ارجع لكم النهارده بحاجه جامده كده. معايا بقى الباميه بتاعتي، هعملها باللحمه الضاني، هعملها على طريقتي وهتشوفوها معايا. معايا هنا بقى باميه، كيلو باميه ونص كيلو لحمه، وطبعا بصلتين وفصين توم زي ما انتم شايفين كده، دقهم بقرن فلفل، ومعايا الطماطم بتاعتي. هنيجي على البوتاجاز بقى، نحط حله كده ونحط فيها شويه زيت عشان ابدا دلوقتي ان انا اشوح البصل واشوح اللحم. انا عارفه ان انتوا كلكم حبايبي شاطرين في المطبخ وعارفين الباميه بتعمل ازاي، بس انا برضو حبيت ان انا اعملها معاكم النهارده واوريكم انا بعملها ازاي يعني، وكلنا نستفيد من بعض. معايا كده البصل بقطعها على ايدي بقى، لا تقولي لي بقى مبشره ولا كبه ولا اي حاجه، انا بقطعها كده على ايدي عادي. وحبيت ان انا اعمل معاكم البصل دي عشان تشوفوها برضو. انا بحب اصلا اقطع البصل على ايدي، ما بحبش ان انا اعمله في الكبة او على المبشرة او كده. بحب كده على ايدي كده، ممكن انعمه، ممكن اخليه مثلا حرش شوية، يعني حسب كل واحد ما هو عاوز. هقلبها كويس كده زي ما انتوا شايفين. وقبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا يعني او احنا بدأناه، عايزاكم تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. دلوقتي بقى هنزل باللحمة عشان اشوحها. هي البصلة اتدبلت معايا قصدي. هنزل بقى باللحمه كده اشوحها معاها عشان الاتنين يستووا سوا مع بعض. احنا عارفين ان البصل ما بيغيبش وهيستوي، فكون برضو اللحمه خدت الصدمه بتاعتها كده في التشويحه. وبعد كده انزل عليها بالطماطم، هسيبها شويه كده واعمل بقى إيه هغطي عليها عشان خاطر تبدا ان هي تعمل تتشوح براحتها. هستمر في التقليب بتاعها كده زي ما انتوا شايفين. دلوقتي طبعا دول اكلات الصيف، الباميه والملوخيه والحاجات دي بتبقى طعمها حلو قوي. انا بحب طبعا من عشاق الباميه وعشاق الملوخيه الخضراء، بعشقهم موت. دلوقتي احمرت كده معايا زي ما انتوا شايفين، اللحمه خدت الصدمه بتاعتها والبصله كمان احمرت. هنزل بالطماطم كده واحده واحده عليها واقلبها بقى كويس عشان خاطر تطيب برضو في التسبيكه بتاعتها دي تطيب. وبعد كده انزل بقى عليها بالباميه. يعني احط لها شويه ملح بس، مش هحط اي توابل خالص دلوقتي، شويه ملح بس واسيبها. هغطي عليها بقى كده. هجيب بقى عندي صينيه فاضيه كده، احط فيها شويه زيت وابدا بقى اعمل معاكم هنا الحاجات بقى اللي هناكلها جنب الباميه. معايا هنا بتنجان وفلفل وحاجات كده، واعمل سلطات برضو. فهحط عندي البتنجان الطويل ده، هقطعه كده. انا خدته غسلته كويس واحطه كده في الزيت، في شويه زيت صغيرين، واسيبه بقى لحد ما يستوي. البتنجان ده ما بياخدش زيت كتير، احنا بس بنقلبوه في الزيت ونسيبوه. وبعد كده ههدي عليه النار واسيبه بقى. شايفين بقى النار اللي طالعه دي عشان خاطر الزيت بتاعه ده. هقلبه كويس في الزيت عشان كله ياخد من الزيت كده، عشان ما فيش بتنجانه تسمر. لازم البتنجان كله يتقلب في الزيت كويس، كله ياخد من الزيت عشان ما يسمرش معايا. ههدي النار عليه شويه بقى واسيبه دلوقتي. اغطي عليه بقى عشان خاطر يكمل سوا، لازم اغطي عليه عشان طبعا بيطرطش زيت كتير وهيبوظ البوتاجاز وهيطرطش عليا وكده. هشوف برضو التسبيكه بتاعت الباميه، هي خلاص برضو كده اهي اتسبكت. هنزل بالبامية عليه كده واقلبها واسيبها برضو شوية كده في التسبيكة، وبعد كده ازودها بقى مية. هقلبها كويس وارجع اغطي عليها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يكثروا من الصلاة على النبي والاستغفار، وما معذبهم الله وهم يستغفرون. اهم حاجة الاستغفار يا جماعة، نستغفر كده في حياتنا دايما على طول، ربنا بيكرمنا والرزق بيجي لما بنستغفر كتير. ربنا بيكرمنا وبيرزقنا بخير ان شاء الله. انا حطيت كده معلقه التوم اللي كانت معايا، توم بقرن فلفل كده، كنت دقاهم في الهون برضو، مش حطها في مبشره ولا حاجه. بنحطهم عليها بتديها طعم حلو للباميه، بتخلي طعمها حلو. هقلب كده برضو البتنجان كويس، هو لسه ما طبش، هسيبه برضو شويه كده. هقلبه وارجع له تاني. هروق بقى مطبخي جنبي كده واشوف البتنجان واشوف الحاجه، هو خلاص كده طب هطلعه في طبق. تمام كده.
وابدا بقى عند فلفل هحطه مكانه، هطلعه كله كده بالراحه واحده واحده. الفلفل برضو ممكن نعمله كده، مش شرط ان احنا نحطوه زيت كتير وبتاع، لا نعمله كده ونهدي عليه البوتاجاز ونسيبوه بيطيب برضو، نقلبوه في الزيت كويس ونحطوه كده. خلاص الطبق بتاعي الاولاني خلص. راجعين بقى للطبق التاني كده. انا بحب في الباميه دي الاكلات اللي بتتعمل في ريحه، يعني الفلفل والبتنجان، بحب الباميه عشان خاطر كده انها بتبقى يعني ايه، اكله محبشه كده. بنعمل بقى بتنجان وفلفل وبطاطس وطماطم سلطه يعني وخضار وفي بطيخ، تبقى اكله حلوه يعني. اكلات الصيف كلها اكلات جميله انا بحبها يعني، واكيد انتوا زيي طبعا. اللي بيحب الباميه يعمل لي لايك. تمام كده بقى هحط قرنين الشطه دول محرقين، فانا بحب الشطه اصلا، فهحط معاها مع الفلفل القرنين دولت، وهقلب كويس برضه عشان كلهم ياخدوا من الزيت، واغطي عليهم واسيبهم برضه على نار هاديه كده لحد ما يطيبوا كويس. هبشيلهم. هسيب بقى الاكل بتاعي كده شويه. هرجع بقى هنا عشان الفلفل بتاعي طب خلاص. هنجيب هنحدق سوا بقى التتبيله دي بتاعت الطماطم. عامله الدقه دي هي عباره عن فلفل، شطه حمرا يعني، وتوم وملح وكده. هحدق منها الطماطم وابدا اخش بقى على البتنجان كده. معلش بقى انا ناسيه الفلفل، هنخش على الفلفل احدقه برضو كده واركنه برضو على جنب. هركنه برضو على جنب كده خلاص. هجيب معايا بقى البتنجان بتاعي، هفتحه كده واحده واحده، هوريكم بقى قلبه وهو ابيض ازاي، لان انا قلبته كله في الزيت. شايفين القلب بتاعه ابيض ازاي؟ جميل طبعا، لان قلبته كله في الزيت، فعشان كده البتنجان كله طلع قلبه ابيض، مفيش واحده اسمرت ولا كده. اهم حاجه ان احنا لما نيجي نحطه نقلبوه كويس في الزيت، مفيش واحده مثلا ما تجيش عليها زيت او كده دي تسمر مننا. فشايفين بسم الله ما شاء الله القلب ابيض ازاي، جميل منور ازاي. تسلم ايدي والله. يلا انا بشجع نفسي بقى، ملقتش حد يشجعني يا جماعه. هعمل الكميه بتاعتي كلها كده بالدقه دي. لو انتوا عايزين بقى البتنجان ده قلبه يحمر معاكم كده من الدقه، بتحط عليها مثلا عارفين انتوا البنجر الاحمر، انا بجيبه بقطعه مكعبات كده وبحطه في الفريزر. بس تعملوا برضو في البتنجان ده، لو انا بعمل بتنجان مسلوق بعمله برضو على الدقه بتاعته، بفرمه على الدقه بتاعته. او مثلا لو البتنجان ده بحط برضو، انا حاطه منه على الدقه دي حاليا يعني، فشويه هتبص تلاقي قلبه بيقلب احمر كده، بيخلي شكله حلو. ولو احنا بنعمل بتنجان مسلوق بنحط منه على الدقه بتاعه البتنجان المسلوق، وبنحط منه في ميه السليق نفسها، عشان خاطر بيخلي الميه دي حمرا خالص. فالبتنجان اصلا بتيجي تطلعيه من ميه السليق بتلاقيها حمرا، بيبقى شكلها حلو، قلبها حلو كده، لونه حلو، بتبقى شكلها يفتح النفس كده. فجربوا الطريقه دي على فكره بقى. البنجر ما بيغيرش طعم البتنجان، ده بيزيد طعمه حلاوه كمان، بيخلي طعمه جميل جدا. انا لو انا كنت عامله منه في التلاجة، لو افتكرت كنت جبت وريتهولكوا دلوقتي في الفيديو. هبقى اعمل لكم فيديو تاني مخصوص للبتنجان ده وانا بسلقه، وكمان بحدقه معاكم واوريكم بيبقى شكله عامل ازاي. على طول قلبه في ساعتها كده بيقلب معاه احمر كده، بيبقى شكله جميل. هشوف بقى الباميه بتاعتي خلاص استوت كده، بس انا هسيبها برضو شويه اكمل تسيبها كده على الاخر. زي ما انتوا شايفين كده بنديها طعم حلو، بالذات اللحمه الضاني دي بتخلي طعم الباميه ملهوش حل. انا بحب اعملها كده، وبحب اعملها برضو في طواجن كده باللحمه الضاني، بس عشان طبعا النهارده ما كنت مستعجله فما عرفتش ان انا اعمل بيها الطواجن. انا بقول لكم بعملوا لايك للاكله الجامده دي، اللي بيحب الباميه يعمل لايك. انا كده بقى خلصت زي ما انتوا شايفين. دي بقى الاكله بتاعتنا، يا رب تكون عجبتكم. ما تنسوش بقى تعملوا لايك واشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم على خير، وتفضلوا معانا على الغدا. الكل يجي يا جماعه، ما تفضلتوش ليه؟ يلا بينا. شكلكم مش